مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ أم جنات. اليوم راح أسوي وياكم حلويات باردة سهلة وسريعة اللي هي حلا الطبقات الكراميل والكاكاو، إن شاء الله تعجبكم. قبل ما أبدي بطريقة العمل شجعوني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس والتعليقات الحلوة اللي تشجعني أنزل فيديوهات أكثر وأكثر. بالبداية راح أحتاج كاستين، الكاسة الأولى أخلي بيها حلا الكراميل والكاسة الثانية للكاكاو. هنا أنا عندي بالنسبة للكاسة الأولى ضفت 3 أكواب من المي، وضفت 6 ملاعق من الحليب الباودر، وملعقتين من الطحين، وملعقتين نشا. وإذا عندي حليب سائل أضيف 3 أكواب، وأضيف 2 طحين 2 نشا، وأبدي أخلط على البارد إلى أن تذوب كل التكتلات. بعدين أخلي الكاسة على جهة. هسه راح أسوي الكراميل. هنا أنا عندي جدرية وراح أضيف عليها نص كوب من السكر، طبعا على نار أقل من المتوسط، وأبدي أحرك إلى أن يذوب كل شيء، ماكو أي تكتل. راح أضيف نص كوب من المي. من أضيف المي مثل ما تشوفون راح يتكتل ويصير على شكل كتل صلبة شوية شوية على النار. وضفت الخليط اللي سويته هسه، بعدين على نار هنا أنا مثل ما تشوفون بديت أنص النار حتى لا يحترق، وعلى كيفي. وضفت هنا قطعة صغيرة من النستلة بيضة طبعا، وراح أبدي أحرك وإلى أن صار ثخين. بدأ يثخن، ما خلي كلش ثخين لأن من يبرد راح يثخن بعد أكثر. فراح أتركه على جهة وراح أسوي اللون الجوزي بعد. هنا أنا عندي أخذت جدرية على النار وضفت عليها 3 ملاعق من السكر، لأنه كاكاو فأحط له سكر. وهنا أنا أيضا ضفت 6 ملاعق من الحليب، 3 أكواب من الماء، ملعقتين نشا، ملعقتين طحين، نفس الكاسة الأولى، بس هنا ضف السكر لأن حضيف كاكاو. راح أبدي أخلط بالبداية على البارد إلى أن تذوب كل التكتلات. بعدني ما حاطته على النار، وبعدين لما أشوفه يصير سائل راح أضيفه، أعلق النار وضفت عليه الكاكاو. راح أبدي أيضا أخلط هو على النار إلى أن يذوب كل شيء. وأول ما يبدي أشوفه يثخن وتطلع هاي الفقاعات راح أضيف قطعة من النستلة الجوزي، طبعا هذا يعزز لي الطعم وطعم كلش طيب. وفانيلا أضيف هم ينطيها طعم كلش طيب. وبعدين هنا راح لما أشوفه يصير بدأ يثخن، ما خلي يصير كلش ثخين، أرفعه من النار. هذا يكون قوامه. هسه من بعد ما خلصت اللون الكراميل والجوزي، هنا أنا عندي قطع من البسكت. راح أخلي الكاسات اللي عندي تحبون تخلوه ببايركس، يعني حجم كبير أو على شكل كاسات، هذا عندكم حرية الاختيار. هنا أنا راح أبدي أقطع البسكت قطع صغيرة كلش، وراح أضيف الكراميل عليه، راح ينطي طعم كلش طيب. وأني هنا مثل ما تشوفون ما خليته يصير كلش ثخين، لأنه من حضيف للبسكت راح تصير الطبقة تتماسك وتصير ثخينة. هنا أنا هسه راح أضيفه وأتركه شوية إلى أن يتماسك ويجمد شوية. راح أبدي أضيف الطبقة الثانية. حلويات سهلة كلش، وبنفس الوقت طيبة كلش طيبة وسريعة، والمواد متوفرة بكل بيت. وهنا إذا يعجبكم تزينوها باللي انتو يعجبكم، تحبون بكاكاو، بجوز هند، بمكسرات، بأي شيء عندكم متوفر تزينوها. راح نخليها، طبعا الجو حلو بارد، نخليها اعتيادي بدرجة حرارة المطبخ أو بالبرة. وهنا وصلت لنهاية الفيديو. إن شاء الله عجبكم، وإن شاء الله ألتقيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، واترككم في أمان الله.